تخيل معايا كده انك في شغلك وشغال على تاسك مهمة جدا ومتأخر فيها، وجيت في يوم وانت رايح الشغل الصبح قابلت مديرك وانت لسه داخل وما فقتش اصلا، ولقيته بيقولك اخبار التاسك الفلانية ايه؟ هترد تقول ايه ساعتها؟ صح، هتقول له كله تمام يا ريس والدنيا تمام وزي الفل وهسلم في ميعادي. بس الحقيقة انك محتاس وعطلان ومش عارف تعمل فيها ايه. الغريبة بقى انه بيجي ميعاد الديدلاين وتلاقي نفسك مسلم في ميعادك والدنيا تمام، وبتكتشف ساعتها انك لما خبيت على مديرك ساعتها ما خبيتش عليه بس معلومة، انت كمان خبيت عليه ضغط وتوتر كان ممكن تحط نفسك فيه، كان ممكن يعطلك اكتر عن ميعاد التسليم. طب تخيل معايا كده موقف تاني، انك كنت بتخطط لسفرية معينة في اجازتك كنت ناوي عليها من زمان، وكل اللي انت عملته يا دوب بس حجزت التذاكر، وفي نفس اليوم قابلت اصحابك على القهوه، وقبل حتى ما يسالوك ناوي تعمل ايه في الاجازه رحت حاكي كل اللي انت ناوي تعمله وبتفكر فيه بالتفصيل. الغريبه بقى انك لما بتروح بتلاقي نفسك ان انت ما بقتش متحمس للسفريه زي الاول، او ممكن كمان تلاقي في حاجه بتحصل بتبوظ السفريه. طب يا ترى ايه اللي بيحصل وانهي تصرف فيهم الصح؟ احكي واقول كل اللي نفسي فيه وكل اللي بخطط له، ولا داري على شمعتي وبيتقال عليا خبيث؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. تابعنا للنهاية لو عايز تعرف أكتر عن فن إخفاء النوايا، وتعرف إمتى تداري على شمعتك وإمتى تحكي وتقول كل اللي أنت بتفكر فيه، وتعرف كمان النوايا اللي بيخفيها الناس عنك. تابعوا الفيديو للآخر. أولا يا صديقي عايزة أقولك إن إخفاء النوايا واحدة من أهم المهارات اللي لازم تكون موجودة عندك لو كنت عايز فعلا تكون شخص ناجح وواثق من نفسك، وهي انك ازاي تقدر تخفي او تعمل تمويه لمشاعر معينة انت حاسس بيها ورا موقف معين، وتدي للي قدامك صورة مختلفة خالص عن اللي بيدور فعلا جوه عقلك. الاستراتيجية دي يا صديقي بيستخدمها كل الناس الناجحين، سواء في السياسة او في البزنس او حتى في العلاقات الشخصية. سامعاك يا اللي بتقول هو احنا ليه اصلا محتاجين نخفي نوايانا الشخصية؟ ليه اللف والدوران؟ يعني ما نخلي الحياة سهلة وبسيطة. اولا ده مش لف ودوران خالص، لانك لما بتعمله ما بيبقاش هدفه خالص انك تضر بيه حد، بالعكس انت ممكن تكون بتستخدمه عشان تحمي بيه نفسك. وهقولك ازاي دلوقتي. انت ممكن تحمي نفسك بانك تخفي نواياك في الشغل، زي الموقف اللي قلناه في اول الحلقه كده. انت عارف انك شغال في بيئه عمل توكسيك، وانك لو حكيت لمديرك على اللي انت فعلا بتمر بيه هو مش هيساعدك، بالعكس ده ممكن يوترك ويضغطك اكتر، وساعتها هتتوتر ومش هتعرف تشتغل. في الوقت ده بقى من الذكاء انك تستخدم الحيله دي علشان تحمي نفسك من اي طاقه سلبيه ممكن تتعرض لها وتعطلك عن هدفك الرئيسي. خلينا نقول مثال تاني. انت دلوقتي في ميتنج شغل وعندك فكره معينه ناوي تشتغل عليها. احيانا بيبقى من الذكاء انك ما تعلنش وما تجيبش سيره الفكره دي خالص غير لما تكتمل في عقلك، او على الاقل تبدا تنفذها. ليه بقى؟ لان انت لما تحكي ممكن تتعرض لحاجه من اتنين، يا اما منافسه اكبر وحد اصلا ممكن يسرق فكرتك ويشتغل عليها، يا اما تريقه من اللي حواليك، وساعتها مش هتكون استفدت حاجه. تفتكر ساعتها هتكون كسبت ايه لو خليتك واضح وصريح وكشفت عن اللي بيدور في عقلك؟ اظن كده بدات تفهمني صح؟ إخفاء النوايا كمان يا صديقي ممكن يجنبك صراعات ومشاكل انت في غنى عنها. زي مثلا انت بتتعامل مع حد وعارف ان الشخص ده حساس شويتين، ساعتها ممكن يكون من الذكاء انك تخبي مشاعرك عنه لو انت عارف ان المشاعر دي ممكن تجرح مشاعره او توتره. واهم حاجه بقى ممكن تحتاج فيها المهاره دي هي المفاوضات، واحنا طول الوقت بتتفاوض مع مديرك على اجازه، بتتفاوضي مع جوزك على المصروف، ابن بيتفاوض مع باباه علشان يطلع الرحله، وهكذا. كل يوم بنتعرض لكم كبير من المواقف بنضطر ان احنا نتفاوض فيها عشان نوصل لحاجه احنا عايزينها. والشاطر ساعتها اللي بيوصل لديل يكون فيه win-win situation، او على الاقل يوصل للي هو عايزه. في الوقت ده بقى بيجي دور اخفاء النوايا اللي ممكن يساعدك توصل للي انت عايزه بدون صراع. الدراسات النفسية كمان يا صديقي بتقولك ان اخفاء النوايا مش دايما بتكون سلوك مرفوض، بالعكس دي احيانا بتستخدم للحماية الذاتية او كمان للاندماج المجتمعي. يعني في دراسة نشرها معهد هارفارد للابحاث النفسية في 2019 نتائجها قالت ان الناس اللي بيعرفوا يخبوا نواياهم هم اكتر ناس بيعرفوا يتكيفوا اكتر مع ظروفهم الاجتماعية. لكن المشكلة بتبدأ لما يكون اخفاء النوايا ده شيء انت معتاد عليه وبتستخدمه باستمرار. ساعتها ممكن الاستراتيجيات دي تؤدي لتوتر وعزلة اجتماعية. يعني يا صديقي كله مطلوب وبالمعقول، ورغم انها مهارة ضرورية وفي بعض الاحيان بتكون سلاح ذكي تقدر تستخدمه في حياتك المهنية والاجتماعية، بس ما تقدرش تستخدمه كل يوم، لان ما نقدرش ننسى ان الامانة والشفافية في العلاقات هي اكتر حاجة بتخلي العلاقات صحية ومريحة للطرفين. طيب ازاي بقى نقدر نستخدم المهارة دي؟
بص يا سيدي، يعني مثلا لو انت موجود في موقف بتوتر فيه ومحتاج انك تخبي التوتر ده بس بذكاء ومن غير ما يبان عليك، زي مثلا انترفيو شغل. انت قاعد في الانترفيو طبيعي تكون متوتر، بس لازم تبين انك واثق من نفسك وهادي. هتعمل ده ازاي؟ عن طريق البادي لانجوج بتاعتك. يعني ايه؟ يعني تحاول انك تقعد مستقيم، تبين رزانة في قعدتك، تبص في عينين اللي بيتكلم معاك. تاني حاجة، استخدم كلمات غامضة. زي مثلا لو كنت موجود في تجمع واتسألت عن رأيك في موضوع معين وانت مش حابب تقول رأيك الحقيقي لأي سبب يخصك، ساعتها تقدر تستخدم جمل تخلي الكلام يبعد عنك، زي مثلا خلينا نشوف، خليني افكر واقول لك، لسه ما كونتش رأي قوي في الموضوع ده، وهكذا. يعني من الاخر انت بتتجنب تدي اجابة حاسمة في الموضوع ده من غير ما يبان عليك انك بتتهرب من الاجابة. تالت حاجة بقى، انك تستخدم المماطلة بطريقة بروفيشنال. لو كنت في مفاوضات او موقف حساس، اتجنب انك تدي اجابة مباشرة وسريعة، ودايما ارمي الكورة في ملعب اللي قدامك وقول له هرجع لمديري او هشوف جدولنا وارد عليك، يعني على حسب الموقف. الطريقه دي هتدي لك وقت اكبر تفكر وتحلل الامور قبل ما تاخد اي قرار. رابع حاجه بقى، انك تغير الموضوع بذكاء. يعني لو كنت في حوار مع حد وحاسس ان هو زنقك في موضوع او في حته كده حساسه بالنسبه لك وانت مش عايز تكمل الحوار لحد هنا، ساعتها بيكون من الافضل ومن الذكاء انك تساله سؤال شخصي يخصه هو، فيبدا هو يتوتر ويركز على السؤال اللي انت سالته له، ويركز هل هيجاوب عليك بالحقيقه ولا هيخفي نواياه هو كمان، وهينسى انه كان زنقك في حته معينه انت مش عايز تكمل فيها. يعني من الاخر بدل ما تدافع اهجم. خامس طريقه ممكن تخفي بيها نواياك هي انك تبين انك غير مهتم. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتشتري حاجه من مكان والمنتج ده من الاخر انت هتموت عليه، ودورت على حاجه زيه او شبهه ومش لاقي، وصاحب الحاجه عارف المعلومه دي وبدا يغلي عليك السعر. ساعتها انه من الذكاء ومن المنطقي انك تبين لصاحب الحاجه انك مش مهتم بيها، وانك مستعد تبذل وقت ومجهود اضافي علشان تدور على بديل تاني بسعر ارخص. ساعتها بس ممكن صاحب الحاجه دي يبدا يغير رايه ويوصل معاك لاتفاق يرضيكم انتوا الاتنين. بالمناسبه دي انا اعرف حد كل ما يلاقي حاجه عجباه في مكان بيتفنن انه يجي يساق قدام. بالمناسبه دي انا اعرف حد كل ما يلاقي حاجه عجباه في مكان بيتفنن انه يجي قدام صاحب المحل ويقعد يتغزل في جمال الحاجه دي وقد ايه هي عجباه. طبعا احنا مش محتاجين نعرف صاحب المحل بيعمل معاه ايه في النهايه. في النهايه يا صديقي انا عايزه اقول لك حاول تستخدم المهاره دي بشكل صح، ولازم تعرف انها ممكن تحميك من التلاعب او تخليك تاخد قرارات افضل او تساعدك انك تحافظ على حياتك المهنيه والاجتماعيه. بس خلي بالك عشان هي سلاح ذو حدين، واستخدامها بشكل زايد ممكن يأثر على مصداقيتك وكمان مصداقية الناس معاك. يعني من الآخر خلي هدفك هو إنك تستفيد منها من غير ما تخدع أو تغش حد. ولازم تعرف كمان إنك لما تتعلم تتحكم في مشاعرك وتكون ذكي في تعاملاتك، ده هيخليك شخص ناضج أكتر وعنده حكمة. يلا قولولي في الكومنتات آخر مرة استخدمتوا فيها المهارة دي كان إمتى؟ ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد. باي.